مش مصدقة عليا. أخيرا جبت رقم المخرج علي علواني. ياه أنا كان نفسي أقابله من زمان، بس يا ترى لو اتصلت بيه هيرد عليا ولا إيه؟ أنا هتصل بيه وخلاص، ده أنا طالع عيني لحد ما لقيت رقمه الخاص. اوف بقى، التليفون اللي ما بيقطعش رن ده. وكمان رقم غريب، هو ده وقت ارقام غريبه؟ إيه ده بيكنسل عليا. هتعملي إيه بقى دلوقتي يا سارة؟ أنا هفضل وراه لحد ما يرد عليا. يو بقى، ده نفس الرقم. انا هرد اشوف مين الحيوان ده. ايوه يا نعم. ألو أستاذ علي علواني؟ ايوه، مين معايا؟ أنا أنا مش مصدقة نفسي. أنا كنت عايزة أكلم حضرتك من زمان وأوصل لحضرتك. طيب، عايزه ايه يعني؟ أنا حضرتك ممثلة وبمثل كويس جدا، بس طبعا الحكم يرجع لحضرتك. كان نفسي أقابل حضرتك. أنا مش هاخد من وقتك غير 5 دقايق بس. هو حاليا انا مش بروح المكتب بقالي فتره، اوكي؟ بيكلميني بعد شهر كده ولا حاجه يعني، وربنا يسهل الدنيا. سهل. شهر إيه؟ ده أنا مصدقت إن أنا أوصل لحضرتك. يعني أنا مش هاخد من وقت حضرتك غير 5 دقايق بس علشان خاطري. اظن انا قلت لحضرتك ان انا ما بروحش المكتب، وما ينفعش اسهر برضو مع حضرتك في مكان عام. الناس هتقول مين اللي معايا دي. طيب قولي حضرتك مستعد تقابلني فين وانا هجيلك. حتى لو حضرتك ما بتخرجش من البيت انا هجيلك لحد البيت. تجيلي البيت؟ طيب اوكي تمام. انا هبعتلك رساله فيها العنوان والميعاد وهستناكي. بجد انا متشكره قوي قوي يا استاذ علي. مع السلامه يا استاذ علي، مع السلامه. يس، ياه اخيرا هقابل المخرج علي علواني. اخيرا هحقق حلمي وابقى ممثله مشهوره. مفيش غيره هيوصلني ويخليني نجمه. ياه اخيرا هقابل المخرج علي علواني. انا لازم اتشيك على اخر واحده، هخليه لما يشوفني يتجنن عليا. انت ساره؟ ايوه انا ساره. اهدي شويه، مالك؟ اصلي مش مصدقه ان انا شايفه حضرتك قدامي. انا كان نفسي اقابلك من زمان. طب يلا تعالي اقعدي، تعالي. انت جميله قوي يا ساره. ميرسي. اتفضلي. لا ما بشربش. ما تزعلنيش منك بقى، مش من اول طلب كده تكسفيني. لا خلاص، ما اقدرش اكسف حضرتك. اقوم بقى اعمل لحضرتك مشهد وكده. ليه؟ علشان تتاكد اني موهوبه وبعرف امثل. انا عرفت انك موهوبه من اول ما شفتك، بس مفيش مانع اني اتاكد. طب قوم ولف كده. اقلعي بقى. اقلعي؟ تقلعي هدومك. انت مش عايزه تبقى نجمه ومشهوره؟ انا هخليكي مشهوره،
بس اسمع الكلام، اقلع هدومك وندخل سوا الأوضة نقضي وقت لطيف مع بعض، وبعد كده نكمل كلامنا. انا اسفه والله ما اقصدش، بس حضرتك اللي هو انت كنت فاكره ايه يعني؟ اول ما هشوفك هقول لك انت النجمه اللي بدور عليها طول حياتي؟ فوق يا ماما، في ملايين زيك عايزين يمثلوا. قالي كده واسمع الكلام واوعدك هساعدك. انا عمري ما اعمل الحاجات دي. خلاص يبقى خليكي قاعده في بيتكم احسن، وانسي التمثيل والمجال ده. انا اقعد في بيتنا اشرف لي 100 مره من ان انا اعمل كده. بعد اذنك. غوري. ده كان الامل الوحيد اللي فاضل لي. كان نفسي اوصل وابقى ممثله مشهوره، بدل ما اصحابي واهلي بيقولوا عليا فاشله. علي علواني ده هو المخرج الوحيد اللي بيطلع وجوه جديده وبيساعدهم، بس ده عاوز مني. لا انا مستحيل اعمل كده، مش هقدر. كنت عارف انك هترجعي، كلهم بيرجعوا. انا عايزه اطلع دور كبير جدا في فيلمك الجاي، وخلي بالك انا هعمل كده مره واحده بس. حلوه مره؟ ايه يعني حلوه مره واحده؟ بس بعد المره دي انت اللي هتجيني تاني. يلا بينا على الاوضه. انت بتصورني ليه؟ ما تخافيش، انا بصور فيديو لينا كده جميل للذكرى، عشان لما تبقي نجمه ما تنسانيش. بس احنا ما اتفقناش على كده، وبعدين الفيديوهات دي لو وقعت في ايد حد انا كده هتفضح. ما تخافيش، الفيديوهات بتاعتي محدش يقدر يوصل لها ولا يعرف مكانها. لا انا مش مطمنه، لو سمحت بلاش تصورني. انت مش اول واحده تتصوري يا ساره، وبعدين انا اصور زي ما انا عايز، ولو مش عاجبك اتفضلي امشي، ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايوه كده، خليك حلو. اما افتح النت اشوف اخر اخبار الفن، ايه ده ده في اعمال فنيه كتير بتتصور الايام دي. ايه ده؟ ايه الخبر ده؟ مش ممكن المخرج علي علواني ينتهي امس من تصوير اخر افلامه. مش ممكن. يا ابن الكلب انت كداب وخدعتني. انت وعدتني ان انت تديني دور كبير في الفيلم. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي ما اتصلتيش بيا فنسيتي. انا اتصلت بيك كتير جدا وانت تليفونك مقفول، وجيت لك هنا كتير جدا ما كنتش بلاقيك موجود. عموما يا ست ما تقلقيش، وعد مني السنه الجايه اطلعك في حاجه حلوه كده. نعم، انا لسه هستنى للسنه الجايه. انت وعدتني ان انت تديني دور كبير، لازم تنفذ وقتك وتديني دور في اقرب فيلم، يا اما والله العظيم لا افضحك. انا اللي ممكن افضحك بالفيديو بتاعك. اقل كده وبطلي جنان، وزي ما وعدتك السنه الجايه اشوف لك حاجه حلوه معايا، بس تيجي لي على طول كده عشان ما انساكيش. ها؟ لا، انا لا يمكن اعمل حاجه تاني زي دي. صدقيني لو عملت الحاجه دي مع كل حد تقابليه هتشتغلي قبل السنه ما تيجي، ومش هتحتاجيني اصلا، ومين عارف ممكن تبقى نجمه كمان. انت حيوان وندل وواطي، ضيعت مستقبلي وضيعت شرفي. ربنا ينتقم منك انت وكل اللي زيك. منك لله.